طيب أنا أخوكم محمد بحارث. عمري الآن 40 سنة بالهجري. اتشخصت وعمري حوالي 6 سنوات في بداياتي. ما كنت أقدر أقرأ وأنا طفل صغير، وكانت الحروف تنقّص، إلى اليوم ما زالت تنقّص بس لمّن أكون متوتر. واتشخصت عام 2019 بإنه عندي الADHD، فما كنت أعرف إنه عندي إصابة مزدوجة، فاتشكلت حياتي ما بين الديسلكسيا والADHD، ومن هنا بديت. طبعًا في المدرسة كان أكتر شيء صعب إنه لمّا أحد يسألني سؤال يقول لي اقرا البيت الفلاني، حُط إصبعك هنا كذا، وبعد كده نروح للنص العربي المشكّل اللي هو زي القرآن الكريم. هذا كان بالنسبة لي صعب جدًا، الحرف مو الشكل اللي متعودين عليه، فأنا بالقوة أشوف الحرف العادي، فما بالكم بالحرف إيش، الزخارف العربية والأشياء المشكّلة، فكانت جدًا فيها صعوبة. لمّا كنت صغير كنت متّفق مع أبوي وأمي إنه ما كنت أبغى أحد يعرف، وكنا بنخبّيها، فكنت باحاول أبذل مجهود خارق عشان ما حد يعرف، لإنه عيب وما يصير وهذه الأمور. ففي يوم في مؤتمر TEDx قررت إنه أقول للعالم كله، كل العالم ما حد يعرف. قُلت لهم أنا حاقولها بطريقتي. طبعًا هو كان في البداية إنه نحن كنت أول ما اتشخصت كان الدكتور بيقول لأمي كلام، فالكلام كان مرّة سلبي وقال لها لا تتوقعي منه شيء وهذا الكلام. أنا قُلت للدكتور إنه يا دكتور بعد 20 سنة أنا حاوقف قدّام 100,000 شخص، كان هو أكبر عدد عندي 100,000. قُلت له حاوقف قدّام 100,000 شخص وأقول لهم أنا عندي ديسلكسيا والناس حتكون فخور بيّا، وأنا طفل صغير ما أعرف. وسبحان الله تحققت بالضبط بعد 20 سنة. قدّمت في مؤتمر TEDx قدّام تقريبًا 3000 4000 شخص حاضر قدّامي، أول مرّة أتكلم أمام الجمهور، وقُلت لهم اسمعوا أنا عندي إعاقة بس إعاقتي ما تشوفوها. وشرحت لهم إيش هي الديسلكسيا. طبعًا كانت برعاية من مسك، والحمد لله كان ترتيبات وساعدونا كيف نتكلم وكيف نقول. يعني كان شيء جدًا صعب إنه أنا أقول، كان كأنه شيء على قلبي ثقيل إنه أقوله للعالم. لمّا قُلته للعالم في ناس أيّدت وفي ناس اتركت. هنا المشكلة. يعتقدوا إنه الشخص اللي عنده ديسلكسيا واحد من حاجتين، يا إما شخص كسلان ما يبغى يقرأ، يا إما إنه يعتقدوا إنه شخص بيتدلّع، إنه خلاص أي واحد يبغى يسوي لك مشكلة، يبغى يصطنع كذا، يقول لك أنا عندي ديسلكسيا وخلاص، إنه ما يبغى يقرأ، يبغى وقت زيادة، يبغى كذا. هذه هي الإشكالية الأساسية. دحين مثلًا أنا اتزوجت، طيب، وبعدين انفصلت من زوجتي، إيش تقول لي؟ ما فيك شيء، أنت شخص طبيعي. في العمل يقول لك أنت شخص طبيعي، بتاكل وبتروح الحمام وبتسوي وبتعمل زينا زيك، إيش فيك؟ ما فيك شيء، خلاص ما فيك إلا العافية. فالناس يعني عندنا حاجز اللي هو نحن نبغى نوصل للناس نشرح لهم إيش هي الديسلكسيا، مش عشاني أنا، عشان الأجيال القادمة، عشان الأولاد هذولا أولادنا وبناتنا وأحفادنا وأحفادنا، الجيل الجديد ما يعانوا زي ما نحن عانينا. يكون عندهم الأدوات، يكون عندهم النضارة، يكون عندهم المسطرة، يكونوا عارفين، يكون في الأطباء حق المخ والأعصاب جاهزين لمعالجة الحالة، الأدوية تكون كل دي الأشياء نبغى نحن نصنع مستقبل أفضل للجيل الجديد. هو أنا محتار بين تحديين صراحةً. أول تحدي اللي هو مُخّنا يشتغل بطريقة مختلفة، يعني القسم ده كإنه 220 وده كإنه 110، فعشان كده لمّا نتكلم مع بعض ما نقدر نشوف، فبالتالي المُخ ما بيشتغل بالشكل الطبيعي، فالمنطق حقنا مختلف. يعني أنا دايمًا يعني مُصِر والناس تحسبني عابط إنه 1+1=3. هذا المنطق حقي، ليش؟ واحد اتزوج واحدة جابوا بيبي صاروا 3، هذا المنطق حقي. فأنا لمّا آجي أتكلم مع الناس يعني المنطق حقي مختلف، باشوف الأمور من بالتفكير الديسلكسي اللي هو بمنظور مختلف. هذه الشيء اللي لسه ماني عارف كيف إنه هو هذا يكون أكبر تحدي، أوصّل وجهة نظري للناس بشكل أقرب بشكل أقرب للمنطق العام.
فاحتاج ناس يساعدوني، اقول له كده صح، الناس تتقبل كده ولا لا؟ يعني ماني عارف انه، يعني انا بالنسبه لي دائما مثلا قوانين المرور ولا شيء ملتزم فيها مره، واستعجب اشوف ناس جالسين يخالفوا عادي، واللي ما يربط الحزام واللي ده مره عصب عليهم يعني، لانه بالنسبه لي انه انا احب اتبع النظام وكذا. فالشيء الثاني اللي اعاني منه اللي هو الافكار تطير بس من دماغي طول الوقت. يعني هذا شويه من الديسلكسيا، بس كثير منه في الاي دي اتش دي. فالافكار تطير طول الوقت من دماغي. كيف فكره اقدر انفذها؟ كيف انا جالس الف كتاب، طارت الفكره من دماغي، ايش اسوي؟ افضل اعيد واسوي واعمل ثاني من جديد. هذه من التحديات اللي تواجهني. وفي تحدي برضو اللي هي رسائل الدعائيه والاشياء، عشان نحن مفعلين خاصيه تسهيل الاستخدام، الناس ما يعرفوها، لكن لما رساله تيجي في الجوال نسمعها في اذننا في السماعه عشان نعرف ايش الكلام اللي مكتوب. فلما احد يرسل رسائل دعائيه وجمعه مباركه، وهذه برضه من التحديات اليوميه اللي تتعبنا. ف يعني هذه اكبر 3 تحديات. الاشياء الايجابيه يعني مثلا انا في الكتاب حقي، واحد من كتبي، اللي هو السياسه الخارجيه الامريكيه للرئيس دونالد ترامب قبل ما يصير رئيس ايام 2016، توقعت انه اول دوله يزورها يا اما المكسيك او السعوديه. فقدراتي التحليليه عاليه، يعني انا اقدر اربط الاشياء اللي الناس ما يشوفوها. يعني مثلا انا مثلا اشوف هذا الشخص واقف، اشوف من مشيته لا هذا عنده موعد، هذا الشخص مثلا سيارته كذا، هذا الشخص جواله كذا، هذا الشخص يعني جيعان، خلاص انا عندي صار زي، انا كل الذاكره حقتي بصريه، فعندي ذاكره قويه. فانا بقارن ما بين كل شيء من يوم عمري، من يوم ما اتولدت الى اليوم، ترى موجود عندي ذاكره فيه. اقول لك الدكتور اللي ولد امي ايش قال بالضبط، اولى ابتدائي ايش قال، اسمعها الان كانه جالس اشوف الحدث قدامي. فعندنا ذاكره خرافيه، بالاضافه الى قدرات تحليليه عاليه. كل شخص عنده الديسلكسيا ما هي بالضبط طبعه واحده للمخ، معقد جدا الى الان ما حد فهم المخ. فكل واحد الديسلكسيا عنده مختلفة، في ناس الحروف تختفي، في ناس كذا. فبالتالي القدرات حقتهم التحليلية مثلا ممكن يجي فنية، ممكن يجي سمعية في الموسيقى. فكل واحد بتجيله ميزة. فالديسلكسيا إذا استطعنا تمكين الأطفال أو البالغين في مبكرا في حياتهم، يقدروا يستفيدوا من الميزات الكويسة اللي موجودة في الديسلكسيا. لكن إذا ما عالجناها فالأشياء السلبية حتكون هي الطاغية، ما حيشوف الأشياء الإيجابية. ما يزعلوا لما أتأخر في الوقت لأنه ما نعرف إيش يعني الوقت. 5 دقائق زي ساعة عندنا، نفس الشيء. ما عندنا إحساس بالوقت. لما نلخبط في كلمة وده مو لازم يقعدوا يصححونا. يعني أنا أقول جيب هداك، فخلاص هو عارف هداك يعني أقصد الشاي اللي كنت بشربه، مو لازم يقول لي تبغى شاي ولا قهوة، أصلح لك شاي ولا يعني. ففي بعض الأشياء كده بديهية، بس في الناس يحبوا إيش، يعني مثلا تقول لهم أبغى كذا إلا مصر إنه إيش يبغى شيء محدد. فاحيانا نحن ننسى الاسم حق الشيء. انا ابغى الشيء بس ماني قادر اوصل للاسم حقه في مخي. فمن هذه الاشياء انه محتاج يكونوا شويه يعني متعاونين معانا، بالذات الناس اللي عايشين معانا خلاص يعرفوا ان عندنا روتين يومي. خلاص اول ساعه في اليوم لما فصلنا المخ يصحوا لازم الواحد يكون ايش هادي ورايق كده عشان المخ يبدا يشتغل كويس. يعني الشخص اللي عنده ديسلكسيا و ADHD مع بعض كمان مو زي اللي عنده بس ديسلكسيا. فساعات تيجي عندنا أشياء اللي هي مثلا نعلق على أغنية، نعلق على شيء لأنه نحن نبغى الدوبامين. لازم نحن يعرفوا أهالينا والناس اللي عايشين معانا إنه الدوبامين ده شيء اساسي في طريقه تعلمنا وفي طريقه معيشتنا. نحن اي شيء يدينا دوبامين خلاص، اغنيه معينه نعيد ونكرر فيها لانه نبغى هذا الشعور، انه حسسنا بالنشوه، انه نبغى نحن ننجز ونبغى نسوي بوجود هذه الاغنيه. بعدها تبدا تروح، فنروح ندور على شيء ثاني ونروح نجور. فلازم يعرف الشخص اللي عنده ديسلكسيا كيف يعالج الدوبامين، وكيف انه يحصل عليه سواء من رياضه او طرق اخرى، او يقنن من الشاي والقهوه على اساس يوزن حياته، على اساس يفضل ايش الدوبامين طالع ونازل، انه يقدر ينتج ويكون بشكل ايجابي فعال في المجتمع. اول حاجه بولينج، التنمر.
يمكن أنا كتبت مقالة في صحيفة الوطن السعودية على قصص التنمر اللي كانت تجي. يعني أنا كنت انضرب، يقول لك هذا مو راضي يقرا، خلى الاستاذ يحط لنا واجب، هذا اللي يذكر الاستاذ بالواجب، هذا اللي يسوي كذا، هذا اللي يعمل. كنت يعني يوميا في المدرسه انفرش، يسرقوا لي فلوسي يسرقوا لي الاكل. ف لكن انا الى اليوم ما كنت، انا لا زلت اعتقد انه انا كنت اذكى واحد في المدرسه، لانه انا فاهم كل شيء بس ماني عارف اخطط، ماني عارف افكر فين الحل. ف بعد كده صرت أنا أساعد بعض الطلاب في الواجبات اللي ما يعرفوا يحلوها، فصرت أساعدهم في الواجبات وأجندهم إنهم يدافعوا عني. أول حاجة أنا أخص، يعني هو الحليف الأول معانا كلنا هم الأمهات. يعني أنا أمي جزاها الله خير كانت صبورة بشكل ما حد يتخيله معايا. كنت أنا عشان أحفظ الأناشيد خلاص كل بيت لازم أنقز فوق الكنبة، طينغ 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 رايح فوق الكنبة عشان أقدر أحفظ الأناشيد والأبيات الشعرية. طبعا ما حفظت منها، مو باقي معايا إلا بس حقت عنترة بن شداد لأنه هي كانت تعجبني. فالأمهات بنقول لهم أعطوا للأطفال حريتهم، واعطوهم وقتهم، اعطوهم حافز، لا تخوفوهم، القلق يزود الديسلكسيا، المخ كهرباته حتتلخبط. لازم تخلوهم يلاقوا طريقة ويتعودوا. الشخص اللي عنده ديسلكسيا حيبذل 6 أضعاف الجهد في أي وقت في أي شيء، إلى 10 أضعاف الجهد حق الشخص الطبيعي عشان يوصل لشيء الشخص الطبيعي سواه. فلازم تصبروا عليهم ولازم تعطوهم وقتهم. الطفل هذا ما بيتدلع، الطفل هذا محتاج إلى اخصائي صعوبات التعلم، محتاج الى طبيب نفسي، محتاج الى طبيب مخ اعصاب، قد يكون عنده نقص فيتامينات، مخه بيستهلك فيتامين معين. هذه الادويه تساعد، الدكاتره يساعدوا. وفي الاشخاص اللي عندهم اصابه مزدوجه، في عندنا التجمعات الصحيه يقدروا يحولوا. الان في مراكز نمائيه اللي عنده ديسلكسيا واي دي اتش دي الدوله تعالجه ببلاش الحمد لله، وهذه بدات من السنه هذه الحمد لله. اغش استخدم الجوال، اصورها بتشات جي بي تي واخليه يقول لي ايش فيها. خلي تشات جي بي تي يلخص. قبل تشات جي بي تي استخدم تسهيلات الاستخدام، زي مثلا الجوال يقرا لي هي. احاول انه انا اكتب الكلمات المفتاحيه الرئيسيه، هذا الشخص ايش يبغى. يعني مثلا في ناس لما يشرحوا يكبروا الموضوع مره كثير، يقول لك نحن نبغى سكوب اوف ورك. فانا افكر طب هو فين يبغى سكوب اوف ورك؟ يعني يبغاه في المعدات؟ لا، يبغاه في الكلمات، يبغاه في باوربوينت؟ ايش يبغى بالضبط سكوب اوف ورك اللي انا بسويه؟ هل يبغاني اجي واسوي برزنتيشن، ولا هل يبغاني اقول له ايش حسوي، ولا مين حجيب؟ فانا يعني كنت ايش احاول احط الكلمات المفتاحيه قد ما اقدر واسويها. الجوال جدًا يساعد. الآن تسهيلات الاستخدام الvoice recognition، أضغط زر وأقول الكلام send. تسهيلات الاستخدام هذه غيّرت حياتنا كثير. المواقع الحكومية الآن بدأت يعني شوي شوية نشوف إنهم بدأوا يحطوا تسهيلات الاستخدام. جدًا سعيد، وإن شاء الله كمان نشوف المصحف إنه يكون في نسخة لذوي الديسلكسيا والناس اللي عندهم صعوبات وإعاقات تعلم. آآ وإن شاء الله نشوف خط عربي موحد للديسلكسيا ولكل الصعوبات حقة القراءة والتعلم بإذن الله قريبا. أنا عندي رسالة للأطفال الجيل الجديد. طيب، لما كنت صغير كان حلمي أكون كاتب، كان حلمي أكون رجل فضاء، كان حلمي أكون محامي. احلم زي ما تبغى. بالذات الشخص اللي عنده ديسلكسي إبداعه حيوصل أماكن كثيرة إذا عنده الإصرار إنه كل يوم ما يوقف، يرجع ما يوقف. ترى المجهود اللي يبذله الطفل ترى مرة صعب، مرة قوي. بس أنا رسالتي للأطفال أقول لهم الحمد لله حلمي تحقق. اليوم أنا أكتب في الصحف، وعندي كتب مطبوعة، وأشتغل في مكتب محامي، وأحب القوانين وأقرأ عنها كل يوم، وأنا رئيس نادي الفضاء. والحمد لله حققت أحلامي في بلدي، لا رحت أمريكا ولا رحت أي مكان في الدنيا، حققتها هنا. وإن شاء الله أنتم كمان تحققوا أحلامكم هنا معانا بإذن الله تعالى. الله يسلمك. شكرا جزيلا، الله يحفظكم يا رب.